خرج الدولي المغربي السابق عادل هرماش للدفاع عن المدرب الوطني وليد الركراكي، مؤكدا أن الانتقادات لن تتوقف في حقه مهما حقق من إنجازات، بل حتى لو تمكن من التتويج بكأس العالم. وقال هرماش في حوار خاص به موقع أفريك فود: الركراكي نجح في رفع اسم المغرب عاليا، واضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في مسيرته، واليوم هو مطالب بالبحث عن لقب كأس إفريقيا. ما يملكه من جيل ذهبي يفتح أمامه كل الأبواب، فنحن نتحدث عن لاعبين في أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد. وأضاف نجم خط وسط المنتخب المغربي السابق: لدينا واحد من أفضل الحراس في العالم وهو ياسين بونو، كما نملك لاعبا ينافس على الكرة الذهبية، وما يقدمه أشرف حكيمي أمر مذهل بكل المقاييس. واعتبر هرماش أن الخطة الكروية للركراكي تعكس جودة العناصر المتوفرة لديه، لكن اللاعب المغربي بطبيعته يميل إلى امتلاك الكرة مثل المدرسة البرازيلية. كنا دوما متميزين فنيا أكثر من البدن، والكرة المغربية الآن تملك هوية لعب واضحة، فالمنتخب الوطني أثبت ذلك في مونديال 2022، حيث كان قادرا على حرمان المنافسين من الكرة والقتال دفاعيا في الوقت نفسه، وهو ما لم يتوفر في أجيال سابقة. وختم هرماش بالقول: الانتقادات ستظل ملازمة للركراكي حتى لو قاد المغرب إلى لقب كأس العالم، لأن الجماهير الرياضية تبحث دائما عن الكمال. وتأتي هذه التصريحات في وقت ينقسم فيه الشارع الرياضي المغربي بين مؤيد لخيارة الركراكي ومطالب بالصبر والدعم، وبين منتقد لأداء أسود الأطلس بعد كأس إفريقيا 2023. يذكر أن المنتخب الوطني يستعد لخوض مواجهتين قويتين ضد النيجر وزامبيا برسم التصفية الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 المقرر تنظيمه في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ويدخل الأسود اللقاء وهم في صدارة مجموعتهم برصيد 15 نقطة. أما هرماش فقد سبق له حمل قميص المنتخب الوطني في 24 مباراة دولية، كما لعب للمنتخب الأولمبي قبل أن يخوض تجربة تدريبية مع فريق أولمبيك نيم الفرنسي.